لو كنت غير مرئية لمدة 24 ساعة هعمل بلاوي كتيرة، صدقيني في ناس كتير 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 هعرف انتقم منها بطريقتي. أهلا، واضح. سلمى محجوبي. أصعب حاجة عملتها في حياتي إن أنا اتغربت، سبت أهلي وبلدي تونس يعني اللي أنا اتربيت فيها وكبرت فيها، وخدت قرار ان انا اروح على بلد تانية ابتدي كارير من الاول وجديد، بلد معرفهاش، الكالتشر بتاعتها مختلف. دي حاجة مش سهلة يعني، بس الحمد لله. اكتر حاجة عجبتني في مصر روحها وناسها الحلوة الصراحة. اكتر حاجة انا مفتقداها في تونس هي الهريسة، واي حد جاي من تونس بيجيب لي هريسة. اي حد جاي بليز هريسة هريسة. صراحة أنا مبسوطة جدا 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 بمشاركتي في بنسيون دلال مع نخبة من الممثلين المبدعين. شيرين كان دور لذيذ جدا، كانت بنت شبهي شوية في حاجات عشان كانت بنت قوية، بنت عارفة هي عايزة ايه، عارفة ازاي توصل له. شديد وتحملت مسؤوليتي. مصطفى هو اللي خرجني منه. فهمت ولا؟ ندمت على النهار اللي عرفتك فيه انت وبوك المفيوزي وعائلتك المجرمة. اكتر موقف طريف حصل لي في تصوير كانت الدنيا برد جدا والناس كلها لابسه جواكت وكده، وانا كان المفروض ابقى في ميه، يعني كان مطر وكانت الدنيا ساقعه وانا المفروض ابقى في نص الميه، فدي مش طريفه جدا بس بالنسبه لي كان طريف عشان كله كان بيضحك عليا، كله كان بيتريق عليا. اكتر حاجه بخاف منها ونفسي اتغلب عليها شاركس، القروش في البحر. وهنا في مصر الناس بتعوم في البحر الاحمر وتقول لي عادي اتس سيف، انا بخاف يا ناس، انا بترعب من القروش. اسمها فوبيا، عندي كده خوف من القروش مش عادي، ممكن ابقى ماشيه على الارض واخاف يطلع لي قرش. للدرجه دي. لو كان مقدر ليا التقي بشخصيه عمري ما اقابلها في حياتي العاديه يعني دلوقتي اكيد هختار اقابل جدتي ربنا يرحمها، يعني الله يرحمها، جدتي الراحله كلثوم. سلمى سهل تبكي جدا، سلمى اكتر حاجه ممكن تعملها هي تعيط. انا عاده بعيط وبحب الدراما يعني في الشغل جدا. اكتر حاجه مجنونه عملتها في حياتي ان انا رحت خدت طياره من غير ما افكر اصلا، رحت المطار وسافرت، قررت ان انا اسافر كده في ثانيه. لو كنت غير مرئيه لمدة 24 ساعة هعمل بلاوي كتيرة، صدقيني في ناس كتير 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 هعرف انتقم منها بطريقتي. هعمل برانكس لكل صحابي، هرعب كل صحابي. مش هسيب حد في حاله. افضل نصيحة حصلت عليها واحب اقولها للجمهور ان هي protect your heart، احمي قلبك. في واحدة صاحبتي في يوم قالت لي سلمى تعلمي ازاي تحمي قلبك، protect your heart، ما تسيبيش اي حد يدوس عليكي ولا يعني especially على قلبك. واحب اقولها لاي بنت واي راجل اي بني ادم، protect your heart protect your soul. شكرا، واضح.